السلام عليكم ويسعد أوقاتكم. وصفتنا اليوم ملك سفرة رمضان. حنحضر سوا حشوات شهية ومميزة للسمبوسك والسبرينج رولز، كل نكهة أطيب من التانية، وخلونا نبلش نحضرها سوا. أول وصفة عندي وصفة الأجبان. عندي جبنة عكاوي، إذا مستعجلين عليها بإمكانكم تبشروها وتنقعوها بالمي، تغيروا عليها لمرتين بتصير عندكم الجبنة حلوة. وإذا مو مستعجلين، والطريقة اللي أنا بفضلها، بنقطعها لشرائح، بننقعها بالمي من قبل بليلة، وكل نص ساعة بتغيروا عليها المي لتصير عندي الجبنة حلوة تماما. بعدين بصفيها تماما المي وببلش أحضر الحشوة. عندي كوبين من الجبنة الموزاريلا، عليهم كوبين من الجبنة العكاوي المحلية، معلقتين من البقدونس، معلقتين من حبة البركة. بدمجهم سوا، وأول حشوة عندي صارت جاهزة. خلونا هلأ نحضر حشوة البيتزا. عندي كوبين من الجبنة الموزاريلا، عليهم نص كوب من الفطر المفروم ناعم، نص كوب من الفليفلة، نص كوب من الزيتون الشرائح الأسود أو الأخضر، وربع كوب من البصل الناشف أو الأخضر براحتكم، معلقة من صوص البيتزا ومعلقة من البيستو صوص، بيعطيها نكهة جدا مميزة. بضيف رشة من الأوريجانو ورشة من الزعتر الأخضر ورشة من الملح والفلفل الأسود. آخر شي معلقتين كبار من زيت الزيتون. بدمجهم سوا، وهيك تاني خلطة صارت عندي جاهزة. هلأ خلونا نحضر وصفة جدا شهية بتذكرنا بنكهة الطفولة. عندي كوبين من جبنة الشيدر، بضيف عليهم بطاطس عمان، أي نوع، اللي هو اللي بيجي بالكيس أو اللي بالكرتونة. بجد هاي النكهة جدا مميزة، وبنصحكم تجربوها، ما تستغنوا عنها. ما تنسوا لايك سبسكرايب. بحركهم سوا وبضيف معلقة من الجبنة الكريمية عشان يمتزجوا كل المكونات سوا. وهيك تالت حشوة صارت جاهزة. آخر حشوة رح أجهزها اللي هي حشوة المسخن. عندي كمية من البصل، تقريبا 3 حبات كبار، بقطعهم لشرائح وبفركهم بشوية من الفلفل الأسود. بحطهم بالطنجرة على النار، وبرش عليهم رشة من الملح، وتقريبا مقدار معلقتين فقط من زيت الزيتون. أنا بس بدي البصل يتدبل وياخد نكهة، ما بدي يكون غرقان بالزيت عشان رح نقليه بالآخر. هلأ ضفت الدجاج اللي سالقته بالباقة العطرية، حكتب لكم المكونات كلها تحت إن شاء الله بالكابشن. بخلطهم سوا وبضيف السماق البلدي. كتروا كمية السماق. أنا تقريبا حطيت على البصل معلقة، بعدين لما ضفت الدجاج معلقة ونص، وهيك الأربع حشوات صارت عندي جاهزة، كل وحدة أطيب من التانية. جربوهم كلهم واحكوا لي رأيكم فيهم. أنا اليوم استخدمت رقائق السبرينج رول ورقائق السمبوسة. بإمكانكم تحشوها بأي عجينة عندكم أو حتى الفريش براحتكم. بلشت أعمل جيب عشان أعمل الحشوات. ميزت كل حشوة بشكل مختلف عشان أميزهم بعد القلي. حشوة البيتزا عملتها مثلث متطابق الأضلاع مثل ما انتم شايفين. تحشوها بالطريقة اللي بتحبوها. بعمل فيها زي قمع هيك، بحط كمية وفيرة من الحشوة، بلفها وبلزقها بطرفها بخليط اللي عملناه، اللي هو عبارة عن معلقتين من الطحين مع ربع كوب من المي. وهلأ بعمل الجبنة ببطاطس عمان، هعمله على شكل مثلث متطابق الضلعين. بحط كمية من الحشوة، بضغطها بإيدي منيح، بعدين بسكرها على الطرف مثل ما انتم شايفين، وبرجع بلفها عكس ما أنا عملت بسمبوسك البيتزا. هرجع أعمل معكم كمان واحدة. استخدموا أي رقائق سمبوسك عندكم إياها أو الفريش. إن شاء الله بالأيام الجاية حنرجع نعمل عجينة سمبوسك فريش وحشوات جديدة.
عشان تزينوا سفرتكم بشهر رمضان. هيك بخلص كل الكمية، وهلأ ححشي حشوة الأجبان والمسخن برقائق السبرينج رول. برضو نفس الشي بحط خليط اللصق على الطرف، والمسخن حشيتها مثل ما انتم شايفين، حطيتها بالزاوية ولفيتها وتنيتها بهذا الشكل. منفرزن الكمية كلها بأكياس التفريز أو بتبرويرات محكمة الإغلاق. بتضل عنا صالحة لمدة طويلة وفريش، من طولها مباشرة وهي متلجة على القلي، بتكون نكهتها ولا أروع. بتريحوا حالكم بشهر رمضان المبارك، بنتفرغ للعبادة، وبرضه وصفات مريحة للستات الموظفات. هلأ وصفة الأجبان، حبلش أحط الجبنة من الطرف مو من الزاوية، عشان بعد القلي مثل ما قلت تقدروا تميزوهم وكل حدا ياخد من النكهة اللي بحبها. بنلزقهم منيح وبنشد عليهم عشان نتأكد انه الجبنة ما تطلع منها. هيك بخلص عندي كل الكمية. ما شاء الله شايفين الحشوات عملت عندي كمية ممتازة، تكون جاهزة عندي لطول شهر رمضان المبارك. بفرزها بأكياس محكمة الأغلاق أو بتبرويرات. وهلأ خلونا نبلش نقليهم سوا بزيت غزير على النار، ويكون النار حامية. بنزل بالسمبوسك، ما بوطي النار عشان الأجبان ما تطلع منها. الزيت غزير وحامي بنفس الوقت، مو حامي كتير لدرجة إنه السمبوسك تنحرق. نقليها على كل جهة تقريبا دقيقتين لتاخد عندي لون ذهبي حلو. شايفين ما شاء الله كيف لونها جد شهي، والقرشتها جدا مميزة. وما تخافوا بطاطس عمان ما راح يطرى معاكم، لأنه بالقلي بيرجع يقرمش. أهم شي إنه نقليه ما نشويه. على السمبوسك البطاطس عمان رجعت زينته بالهوت صوص وحطيت عليه بطاطس عمان. طبعا بطاطس عمان هوت صوص ما بيكمل إلا باللبن أب أو بالعيران. شايفين ما شاء الله القرشة، بجد كل نكهة أطيب من التانية. بنصحكم تجربوهم كلهم وما تستغنوا عن أي منها. شايفين ما شاء الله الصوت ولا القرشة ولا نكهة الحشوات من جوا. حضروهم وخبروني رأيكم فيهم. هاي حشوة البيتزا، العجينة مو شاربة زيت، تقرش. الحشوات نكهتها ولا أروع، حيحبوها الصغار والكبار. وعندي هاي البطاطس عمان خرافية. سموها سمبوسك، سموها سبرينج رول، سموها رقاقات، سموها برك. الحشوات جدا شهية ومميزة، وبتقدروا تعملوها كمان للفطاير. هيك وصفتي صارت جاهزة. كانت معكم فداء من قناة فيدا's كيتشن. إذا أول مرة بتشوفوني ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة وصحتين وألف عافية، وانتظروني بوصفات رمضانية جديدة ومميزة.